عسلامتكم يا البنات، مرحبا بيكم. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله تكونوا ناشطين فرحانين، كلكم نشاط وحماس وطاقة ايجابية. اليوم فيديو يا البنات، اليوم حصيلوا فيديو تو صورت لكم، وتو قلت خليني عاد من الصباح لليل. هذا ونكملت تو حصيلوا. هذا ونكملت من الصباح لليل شهاوي حاجات يتشهوا عليا. قلت ميساج خل ندللهم، خليني اللي حاجته بحاجه ولا شيء حاجه نعملها له. كيما نقولوا تعب مخلوف، ومن متهم على شكون باش يدللوا. وهي الحقيقه كي تبدا الحاجه متوفره والله لا نبخلها معناتها عليهم. المهم ان شاء الله ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وان شاء الله زاد حتى كانكم معناتها تتخموا في دبارة ولا حاجة ممكن تجيب لكم فكرة ولا حاجة. المهم يا البنات، ما تنسونيش بلايكاتكم وتعليقكم المحفزة. يرحم والديكم الناس الكل. هاي البنات نصلوا على رسول الله مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. البنات اليوم نهار الشهوة بامتياز. اللي شاهي البيتزا عملت له بيتزا، اللي شاهي التارت عملت له تارت، اللي شاهي الطاجين عملت طاجين، اللي شاهي أي حاجة. ومازال الشهوة بالمية كرواسون على بسكوي حصيله اليوم. هو تو لهني اخر الاسبوع سيء العطله سيء سكوفت بنزل فيها نهير. المهم البنات قلت اللي شاي حوايجه خليني نعمل هلا خاطر بصراحه قلت خليني ندير لهم مادام شاهيين وكل خليني نعمل لهم اللي يحبوا عليه. البيتزا هذيك عملتها معاكم وشاركتها في الفيديو ما صورتش معاكم. العجينه متاعها ما نستغناش عليها خاطر وقفتها عن شيفان كبار وطريقه ناجحه وعندي سنوات ربي نستعمل فيها هي، واقتصاديه وتجي منفجه وشوشه وطريه وما شاء الله معناتها ديما نتبع في نفس الطريقه. وبالنسبه للتارت حتى التارت هذه تجي ما شاء الله عالميه ناجحه مليون في المية. التارت هذه العجينه متاعها 300 جرام فرينة، عليهم 125 جرام زبدة بحرارة الغرفة ونبسسهم بالزبدة. بعد نزيدها شوية رشة ملح ونخلط مع بعضهم، نزيدها عظمة ونخلط ومن بعد نخلطها بشوية ماء بارد، جلاس بارد برشا، ونلم لمان ما نعجنش. فهمتوا التارت راهي ما تعجنش ما تجيكم مش يابسة. وبعد نحطها في المول متاعها ندهنها بشوية زبدة ونحطها في المول كما قاعدين تشوفوا تو، ونجيبها كلها بالفرشيطه نجيبها الكل باش ما تتنفخش وكل كي تدخل الفور. البنات اللي هنا في المرحله هذه تنجموا تدهنها قبل ما تحطوا فيها الحشوه متاعها بالموتارد. كان ما عندكم سي با لا بين. فهمتوا باهي تو لهنا الحشوه متاعها مشاركتها معكم زاده. كان عندكم صدر دجاج ولا سكالوب معناتها تفرموه جويد هو وشويه ثوم وبصل وتحطوه في الكسرونه متاعكم، تصبوا عليه شويه زيت وتوحوا بالرفاحات متاعكم فلفل كحل شويه كركم شويه تابلك شويه وكرويه، وعملت شويه زنجبيل مرحي وعملت فيهم شويه زعتر وخلوا تقلوا هكا بالكدا بالكدا نطيب السكالوب. وكان عندكم وكان تحبوا تحطوا معاه شويه نكيته ماء تنجموا تحطوا شويه نكيته ماء وتخليهم يطيبوا في الاخر بالكل تزيدوها المعدنوس. ولا كان عندكم سبناخ زاد حتيجي بلينا برشا وتحطوهم هنا عفت كيما تشوفي اللي حطيتهم. اني حطيت الحشوه ومن بعد حطيت عليها شويه زيتونه اكل ما فيش القلوب. فهمتوا. وتو جبت كسرونه اخرى حطيت فيها زوز كعبة 3 كعبة عظم حطيت فيها وعملت زوز جبن مثلث وكريم فريش ليكيد وكريم فريش نورمال عاديه عاقده هذيك، وفوحت بشويه ملح وشويه فلفل اكحل. وعملت الفرماج عملت بشويه موتزاريلا وعملت زوز انواع اخرين فروماج مش مستحضر. عملت فروماج رابي مطبوخ مش مستحضر. فهمتوا خاطر بالطبيعه ابن الطبيعي. خلطته مليح وصبيتهم على الحشوه هذيك. صدقوني يا البنات تجي بنينه بنينه على الاخر. هذه هي التارت متاعنا. وتنجموا هذه ما غير ما تصبوا هيك تنجموا الحشوه تخلطوها بالحاجات اللي قلت لكم على الهواء تصبوها. فهمتوا كأنها تعطيكم نفس النتيجه بالطبيعه. فهمتوا البنات تو هنا تعدوا هذه الشهوه لو عملت البيتزا، الشهوه الثانيه التارت، والشهوه الثالثه والطاجين. الطاجين كيما نستعمل فيه ديما معناتها حطيت معناتها نقلي في البطاطا ولهنا حطيت حطيت تخطوخ هذاك طيب تخطوخ كيما بتاع التارت طيبته هو في بيده معناتها وخليت منها شوي للطاجين.
وحطيت عليه زوز مغرف شابلير. تنجموا تحطوا الشابلير، اما أنا نحب الشابلير في الطاجين. وحطيت زوز انواع جبن وحطيت زاده جبن مثلث هذا قصيته وحطيته. تنجموا تعملوا معاه زيتون، تنجموا تعملوا معاه عملت فيه زاده كريم فريش. وباش نحط عليه البطاطا وبطبيعه ونحط العظم نتاعنا ونخلط. هذا هو الطاجين نتاعنا والله يجي. وما تنسوش هذيك شويه زعتر باش ينحي لكم ريحه العظم ويبنن الزعتر راه في الطاجين، فهمتوا البنات؟ وبطبيعه في الاخر بكل بعد ما نخلط نزيد هاك الخميره، ونحضر البيركس نتاعنا ندهنها بالزبده ونحط فيه الخليط. حاولوا هنا نستنى راني في البطاطا باش تطيب تو اون باراليل معناتها تو قاعده البيتزا طيبه. راني خرجتها تو، شوفوا والله جت محلاها. نزين فيها بالتن باش نعملها شويه زيتون، فهمتوا؟ وبالنسبه للعجينه نتاعها البنات نجم نقول لكم عليها فيت في نتاع البيتزا. مثلا أربعة قيسوا بنفس الكيس 4 كيسان فارينة، عليهم أقل من نص كيس زيت، وعليهم مغرفة كبيرة سكر، ومغرفة صغيرة ملح، وخميرة جاتو وخميرة خبز. وبطبيعة تعجنوا بالماء الدافي، اقتصادية وتجيكم والله عالمية يا البنات. وبطبيعة ديما نقول لكم فيها نودكم كمل حاجة ناجحة 1000000%، منو نجيب لكمش وصفة مش ناجحة ولا فيها شك ولا حاجة، فهمتوني البنات؟ حصيلوا هذه حضرت البيتزا متاعنا. تو باش نخلط الطاجين، خاطر البطاطا سي يعني كنت نقلي فيها وسي حاضرة تو هكا باش نحطها على الخليط هذاك ونخلطها ونحط في الفور. توا البنات لهنا هذه الشهوة رقم 3 تو باش نحطها في الفور اللي هو الطاجين. واللي طارت راهي قاعدة تطيب، فهمتوا؟ كان البيتزا تو طابت وما زالت الطارت. تو نحط الطاجين، بالطبيعة نحط الطاجين هي باش في ساعة طيب، وراهو خاصة كي يبدا تسخنوا الفور شوي من الأول في ساعة يطيبوا. ما شاء الله اليوم نهار كامل واني نطيب في الفور كل شيء، برس كل شيء في الفور. هو اليوم كان التوست من بعد مازالوا الشاوي هكا ما زلتوا معايا وبتشوفوني شنو باش نعمل. اما ما تسرعوش الفيديو رد بالكم. حصيلو راني حطيته لهنا وقل عاد بعد يتلم حصيلو ولا تضرب تقلب الكوجينه بالمعون. المهم البنات ولهنا عندي البات فيتي، هذه توا الشهوة رقم 4. بات فيتي قسمت على 2. بارتي باش نعمل بها بالمي، بارتي الاخرى باش نعمل بها كرواسون بالشوكولاته من داخل، فهمتوني؟ المهم البنات عملتها معاكم معناتها هذه، تنجموا ترجعوا الفيديو القديم وراكم تشوفوا فيها. هكا قلت خليني نصورها ميسارش نقصهم ونحضر هذاك الطبق باش ندخله للفور. نحط فيه بابي كويسون ونقص كعبات البالمية، نحاول نقصهم متساويين ونحطهم. ومن بعد كيش نحطهم ننزل عليهم شويه ونحطهم في الواحده هكا. تو خرجته مسحته نظيفين هما راه غسلتهم الكل عملت له مسحه باش نحط عليه البابي كويسون. وبعد اشتعد نعمل الكرواسون، فهمتوا البنات؟ وفيما نعمل في الكرواسون خليني نغنيكم اغنية ونضحكوا شوي البنات، نضحككم. نموت على الجو والضحك والتفريد، والله صدقوني ميعاد الضحك حصيله ما نعوضه بحتى شيء. فكرت جبلك ورد بالأول، تذكرت إنه الورد رح يدبل، فكرت اهديكي دهب مشهور، خفت الدهب من لمعتك يخجل، أمي الحكي بيطول عن قلبك الدافي، أمي وشو أقول بيضل مش كافي، انتي ربيع البيت وغنيت أحجاره، يا شمعته بالليل يا ضحكة النهار، أمي بلاكي العمر شو صعب مشواره. البنات إن شاء الله بركة عجبتكم الغناية، إن شاء الله ما كبت لها السعدة، وإن شاء الله ما تسمعنيش نانسي عجرة. البنات ان شاء الله كيما قلت لكم ما تسمعنيش نانسي عجرة. حاصلوا البنات نفدي لكم نحبوا نضحكوا برا، هذه غنية نانسي عجرم الكل حبيت ان نضحكوا شويه هيك، ضحكتكم ان شاء الله ضحكتكم بقلوبكم، هاني قاعده نشوف فيكم ضحكتوا يا وحيدينا. لهنا البنات هكا عملت شويه اصفر عظمه مع شويه حليب وشويه عسل قارص ندهن بيه في الكرواسون وهكا باش نحطوه في الفور. ولهنا التارت بتاعنا لبنينه والله يا البنات ما شاء الله فيك الكوجينه روائح مختلطه، ريحه البيتزا تهبل وريحه التارت تقتل وريحه
حصيلوا للطاجين نعشق وريحة هكا البالمية وريحة الكرواسون حصيلوا روائح زكية بامتياز يا البنات، ما نحكي لكمش نشهي فيكم باش حتى انتم تقوموا تعملوا حاجة منهم هذوما. حصيلوا انا جبت لكم فكرة عاد كان تحبوا تعملوا طاجين اي حاجة، راهو مثال شعب خويش هيك فرحوا بها روحاتكم، والله جبت لكم فكرة فطور ولا شيء ولا اللي تحبوا انتم حصيلوا البنات. وشوفوا والله جو محلاهم ما شاء الله طيبين من فوق ومن اللوطة وما لصقوش ويهبلوا محلاهم، ونودكم ولا نشهيكم وجو فوحين وبناء وريحتهم زكية. المهم هذه التارت نوري فيكم فيها، ديما نعملها وديما تجي ناجحة معايا خاطر طريقتها توب على الاخر ما نكذبش عليكم. باهي لهنا تو هذه الشهوة رقم 4 طاجين وتارت لا لا هذه 5 ظهر لي. لا لا شوفوا البنات عنا تارت عنا تارت عنا طاجين عنا بيتزا عنا كرواسون عنا بالمي 5 هذه 6 وهذه 6 تو شفتوا. تو يجي هاد ولدي قال لي ماما مرجني قال لي ماما يموت عليه جي التوست هذا المقلي، قال لي ماما عاملين لنا تو فطور الصباح وكل هما تو يفيقوا بخر شوي صغار يفيقوا ساعات 10 ساعات خاطر خليهم على راحتهم مادام عطلة هكا. هو قلت هيا خلي مادام هو يحب عليه وعندي التوست هذا الكومبلي ديما كيف نلقاهم الزوز كومبلي والعادي نشري الكومبلي كيما نلقاهش ساعات نلقى الاخر وكل نشري ساعات نلقى بالنخاله نشري، المهم ديما الصحي اكثر ونشري. شوفوا اللي هنا البنات ها الطاجين بتاعنا هذا حضر واو جهاد ولدي زاد فاق. شوفوا كالبالمية الدنيا كل حضرت الكرواسون والله يا البنات ريحه الباتفيتي تهبل والله ريحه الزبده وريحه حصيلي خلينا نشهيكم باش تعملوا حاجه منهم. حصيلوا تو الشهاوي كلهم ها محضروا الشهاوي كلهم كل شيء يعني تو نحط فيهم معناتها نحط فيهم معناتها في الصحنه بتاعهم هيك ونريكل فيهم. عاد قلت لكم جهاد قال لي عملي التوست بالهذايا مقلي. كما عملتها معاكم نعاود ميسالش في اعاده افاده، ممكن اللي يشوف شافني جديد ولا حاجه. خلطت تسكع بطعظم صبت عليهم شويه حليب شويه سكر فاني وسكر عادي وعصره قارص وخلطتهم مليح البنات وغطست فيهم التوست هذوما كومبليت. قصيتهم على 4 ونغطس ونقلي فهمتوا. وملوطه كيف نخرج من القلايه متاعي حطيت بابي سويتو باش يمص كان فما زيوت اما هما راه ما يشدوش الزيت فهمتوا البنات. ومن بعد انا عندي البارد كاكاوات هذيا وعندي شوكولاتارتين هذيك دهنتهم بها. كان عندكم معجون ولا عسل ولا اي حاجه اللي تحبوا عليه انتم ادهنوا بهم فهمتوا البنات. ونجم مو تاكلوهم حتى هكاكا قلت لكم عليها المعلومه هذه في فيديو سابق يجوا بنان على الاخر البنات. المهم شاويهم الكل هاني عملتهم وبشفي لصغيراتي والله كي تبدا الحاجه متوفره وموجوده في الدار والله انا بخلها يا البنات بالعكس الحاجه كي تبدا متوفره ومعناتها ان شاء الله ربي يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. الحاجه كي تبدا متوفره والله اي مراه نتصور اي ما تبخلش على صغارها راهي بخلك كان قله اليد قله الحاجه تبدا مش متوفره فهمتوا. لهنا هكا التوست زينته بزاده بشويه زبيب كان عندكم في رويساك تنجموا معناتها ترشوا عليه شويه كما عندكمش كلوهم هكاكا وكان عندكم زبيب كيفي يعملوا زبيب كيفي. حصيلوا يا البنات سهله تسهل راه كل حاجه كل شيء يجي فماش قواعد ديما نقول لكم فيه. هذا الطاجين بتاعنا زاد خليته يبرد شوي وهاني لهني قصيته وباش نشوفوا كيفاش محلاه. شفتوا والله لا شدها ما شاء الله اي حاجه نعملها تجي توب 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 على الاخر والله يا البنات. هي راي البنات كل شيء خبره ونفس وتحبي تحبي تجيك حاجه باهي حبي الحاجه اللي تعملها. شوفوا هذه هنا طبقنا شهيه لليوم اللي هي ديما نقول لكم فيها فوحة وبنينة وريحتها زكية. هكا شوفوا الطاجين وشوفوا التارت شوفوا البيتزا وشوفوا هكا التوست وشوفوا هكا الدنيا مازال حصيل. شوفوا هكا التوست شوفوا البالمية ميني كرواسون حصيل ودنيا ميني بيتزا هذيك بيتزا سواري حتى هي محلاها تنجم زينها باللي تحبوا زاد حصيلوا شي خليو حصيلوا بالشفير اللي كلاوكها. البنات باش نحكي لكم على جهاد ولدي فرح يموتوا صغار على الحاجات الشايحه هذوما والحاجات هيك وحتى راجلي الحقيقه وحتى اني نحبهم الحاجات هذوما هم اكثر فهمتوا يحبوه. حصيلوا كشاخ وعدو يا ماما عيشك يا ماما حصيلوا يشكروا فيا ويبوسوا فيا ويحملوا فيا ويعاودوا. قال لي جهوده ولدي ماما تاني مسد لك رجليك وتعبتي وكل شيء هكا. قلت له باهي بعد ما كملت عاد غسلت ورجلت بوري بدلت حوايجي وكل مشيت وصليت مشيت مديت على السرير جو هما بحذايا الصغيرات. جي قال لي ماما خليني مسد لك رجليك
هكا هو عدي مسد لي في رجليا وكل ومسد لي يديا ولادي هيك زعم لي في مساجك وكل فالح وما شاء الله عليه وكل. بعد قال لي بابا باش تحسب لك صباع ب100 مش خلصة يعني. والله البنات موت بالضحك، وصبعي الكبير باش يحسب ب200 اما الاخرين ب100 صوابعي الاخرين تاع رجلي، وقدامي ب500 معناتها الصباع. القدم اصبع قلت حصير ب500 حصير وبت عليه بالضحك عادوا كل كفاق الصباح. قلت لك ضحكت عليه حصير وقلت له معناتها بالفلوس كنت اكثر من الصوتر بتاع المساج وكل. المهم صباح فاق الصباح قال لي ماما نسالك 19% بتاع المساج بتاع البارح. حصير البنات هاني غسلت الماعون معناتها متاعك الحوسه متاعنا والله الكوجينه ولا تضرب تقلب هكا الماعون حصير تصنيف برشا مالك لازم معوني اكثر يا اخي يعني والله ما كثرتش تسمى برشا. المهم البنات لهنا هذا في الليل راه قلت لكم باش نعدي معاكم النهار من الصباح لليل. مريومه المهم ديما مريومه هذه في تسجيل الصوت راه مش في الفيديو. المهم لاني قلت خلينا نعمل لك سليطه عملت لك الخس في النار كم اللوطه كل فوحته وعملت عليه سلطه تونسيه كم الفوق وزينت بالروندالات نتاع الفقوس ولهنا هكا عملت شويه تن وباش نزيد نحط عليه كعيبات زيتون وحاسيلو الحويتات نتاعنا فوحتهم هذوكم فوحتهم صدقوني البنات من البارح فوحتهم ماني عارفه روحي اللي باش نطيب اليوم الحويتات وقلت خليهم يتشربوا التتبيله نتاعي الخطيره هذيك الديما نقول لكم عليها ارجعوا الفيديوهات وتلقاها تتبيله الحوت راهي تجي بنين على الاخر وتشربوا مليح هذيك. المهم البنات وتو لهنا قلت خليني نقليهم فهمتوا باش نقلي بعد ما عملت السلطه حطيتها غاديكا قلت تو لهنا خليني نقلي كعيبات الحوت نتاعنا. جبت القلايه نتاعي حطيت فيها الزيت وحطيت فيها شويه من خميره الجاتو كما تعرفوا ديما نقول لكم وحتى اللي شافني جديد باش يعرف المعلومه هذه باش ما تقعدش الريحه في الدار خاطر الفيليات تبدا مسكره وكليكا تقعد الريحه باش ملي تكملوا تقلوا الحوتات نتاعكم تخرج الريحه ما تقعدش ريحه الحوت في الدار مثلا حتى كي يدخل عندكم حد يشم ريحه لا ما تقعدش الريحه هذيك. وبالطبيعه تزيدوا انتم بعد تحلوا الباب وكل ولا الشباك وما تقعدش الريحه. تو هنا باش نقليهم وتا تشوفوا عاد عشانه وكل. البنات تو هنا قبل المغرب شوي قلت خليني نطيب العشاء قبل ما يجي راجلي هو قاعد يقرا مقاصة الصوت يجي من الزيتون قلت خليني حتى هو ندلل ما دام هالنهارات وكل يمشي للزيتون عطله كامله عداها في الزيتون ميسالش خلي يجي المسيا كان ندللوه نعملوا عشاء القمقوم هكا هو والصغيرات ندللوهم شكون عندي بربي. حصيله قلت هيا قبل ما يجي حتى هو والله كيما قلت قبل ما جاي لقى العشاء طايب ومغطى يستنى فيه وسخون مازال عن تدافي كل. المهم البنات هذا هو عشان السليطه بتاعنا هذه شوف فيها ما شاء الله تشاهي والحويتات بتاعنا هاهم براسك باش نحطوا تو سايقري حتى باش نحطوا في الصحن بتاعهم عملت باللوطه هكا خص وباش نعملهم هيك حبيت نشهيهم هكا وكليكا فهمتوا. الحوت هذا مرجان البنات راهو بنين على الاخر. المهم ان شاء الله يا ربي ديما عامره عليكم حتى انتم بالخير والخمير ان شاء الله يا ربي يديمها نعمه ويحفظها من الزوال على الناس الكل. كهو البنات تو لهنا هذا هاهم الحويتات حضروا هذا عشانه هذا عشانك سليطه والحويتات والفضل لي بالطبيعه من عملتها في نص النهار يعني عملت بيتزا عملت تارت عملت طاجين معكم وكل. الفضل زاد حطيت منها خاطر فكلينا منه نحنا وخليت منه بالطبيعه العشاء وجت بحذايا هيك خالتي في ساعه معناتها فيت زاد عطيتها شويه هيك منه وهذا اللي هني الفضل لي هني قلت خليني ديما خليلة راجلي راه اي حاجه نطيبها ولا لا نفوتها بحد شيء ديما معناتها اي حاجه حتى كانت تكون طريفه نخليلها هذاك فهمت ديما خليلة قسمه معناتها هكا هو ما نجمش ناكل هو ياكل شيء. حصيلو يا البنات. المهم كان حطيت فيه كعبه الزيتون والحمد لله يا ربي. البنات حابه نحكي في موضوع حكيت معايا في ساعة باش نحكي فيه قالت لي كلمتني وعرفتني بروحها هي تسمع فيا ممكن رايته والله اعلم من متى تشوف الفيديو وقت تشوفه قالت لي زكيه اني راني ديما نتفرج فيك ونتبع فيك اني وكذا كذا مش باش نقول على الطرف الاخر اللي تبع فيا تبع هي وشكون تبع فيا قالت لي عجبتني قناتك وعجبتيني انت على تلقائيتك وعلى بساطتك وعلى دارك وكل شيء قالت لي عجبتيني وحتى على الصوم تاعك كيفاش تحكي ما شاء الله عليك قداش تعجبيني. نقول لك اختي بارك الله فيك وديجا انا شكرتك وقلت لك وحكيت معاك من الفيديو هذا زيد نقول لك بارك الله فيك ويعيش اختي هذا من حسن اخلاقك.
وقالت لي اني نتبع فيك انت وفي قناه فلانه وفلانه وفلانه، مش باش نذكر لي سامي. قالت لي كنت تتبع في قناه فلانه وفلانه وفلانه. قالت لي حسيتهم تصنع برشا، وقالت لي وحاسه معناتها كانهم مش عايشين في حياتنا العاديه. معناتها قالت لي هاك تشوفي زكيه في الدنيا غاليه وفي كذا. قالت لي برشا قنوات نحسوا بيستعرضوا في برشا حاجات، مش قاعدين يقدموا، مش قاعدين يفيدوا. هاني عملت، هاني شريت، هاني قديت، هاني عملت اكاهو. قالت لي انت فيديوهاتك وين نتفرج فيهم نلقى فيهم معلومه، نلقى فيهم اضافه، نلقى فيهم حكايه مفيده، نلقى فيهم حاجه. قالت لي هما صدقيني كان استعراض، هاني شريت هاني عملت. قلت لها حتى راني نصور في حاجات كي نشراها وكل. قالت لي تصوري ايه اما مش تصوري هكا تفيدينا بحاجه وكل، اما مش كان مشتريات تصوري وكل. قالت لي فما عباد، قالت لي حتى كيف قالت لي تعملي انت روتينات وكل. قالت لي فما عباد حتى الروتينات نتاعهم تحسهم لابسين كانهم خارجين للعرس، ولا كانوا ماشيين خارجه ولا حاجه. قالت لي بربي يا زكيه تو نحن في حياتنا العاديه نلبسوا. قالت لي صحيح الواحد تلبس حاجه باهيه في الدار صحيح كذا، اما قالت لي ما نلبسش حاجه كان خارجه بها ونحرك فيها، ولا نبدا لابسه اكسسوار برشا كون نحرك فيهم. قالت لي انا باش نستعملوا الماء، باش روتين مرا في دارها، باش تستعملي الماء، باش تعملي جفال، باش تعملي برشا حاجات وانت تتشنشني بكلك. قالت لي يا اخي هكاكا يعيشوا في ديارهم بالرسمي. قالت لي اني واحده من الناس امنا في هذا نحسها. قالت لي تصنع برشا. قالت لي كيفاه؟ قلت لها الحقيقه واحده من الناس ما نجمش نحرك برشا اكسسوار. حتى كي نحرك بالاكسسوار مثلا نلبس حاجه خفيفه، ساعات سلسله، ساعات منقاله هيك، ساعات حاجه هيك. معناتها ما نحركش مثلا باش نشن نتاعي اللي يبدو برشا هيك فيدي، ولا باش نحرك بسلاسل في كرومتي يبدو برشا. حاجات بسيطه باش نحرك بيهم وكل، واللبسه كيف ما حاجه من الحاجات ما نحركش بيهم. قلت لها في الدار خاطر يتهلكوني بالجفال. حتى مهما تحرصي انك مهما تحرصي ساعات لابد باش يجيك التاش ولا حاجه وكل. على الاقل كي تجيني في لبس الدار خير ما تجيني بلبسه مثلا شريتها بك الحسبه. الواحد لازم يستحفظ. قالت لي بالله زكيه، والحديث يطول حاصيل، والبنات تقولي لي انتم شنو قولكم في الموضوع هذا. حاصل. وقالت لي هي فما برشا قنوات نحسهم يبالغوا. وقالت لي مبالغه ياسر ويستعرضوا كاش عندي كاش ما عنديش وكل شيء، ومتصنعين وما نحسهمش على طبيعتهم، وهذيك هي حياتهم. قالت لي رانا توانسه، قالت لي الدنيا غاليه رانا معناتها. قالت لي بصراحه قالت لي والله صدقيني نحب نتفرج على قناه تشبهني. مثلا كي نتفرج اكزومبل نتفرج على زكيه نحس بالرسمي زكيه تشبهنا، مثلا حياتها كيف ما حياتنا. مش قلت لي يا اخي ما نتفرجش على حاجه خياليه، يعني نحب نتفرج على فيديو باش يحفزني، باش ينشطني، باش يعطيني طاقه، باش ناخذ فكره، باش ناخذ معلومه، باش ناخذ حاجه باش نستفاد. مثلا نتفرج باش نتفرج باش نستفاد، مش باش نشوف واحده هاي تشري لك مثلا، ولا نشري في حاجه بك الحسبه ولا قالت لي يعني احنا ماناش خالطين مثلا، الدنيا غاليه مش خالطين على حتى معيشتنا اليوميه. قالت لي يعني نحب قناة بسيطة كيفي تشبه لي تشبهنا. فهمتوا ان شاء الله تكونوا البنات فهمتوني. انا حكيت فيه برشا، الموضوع مطول معاها كل ما قلت خليني نحكي معاكم انتم. ممكن هي صحيح راه عندها حق في حاجات وكل حد، واني ما نوجه الكلام لحتى قناة، خاطر كل واحدة كيفاش تحب تعيش، وكل حد كيفاش يحب. هذيك قناعات، وكل حد اللي تصنع على روحها، واللي ما تتصنعش تصنع على روحها. والناس تغرب اللي راهو الناس، فما ناس تجلب العباد يحباها وكل شيء، وفما ناس راه مع الوقت تضمحل وتمشي على روحها وكل. خاطر راهو ما التصنع ما يدومش، الطبيعه هي اللي تغلب. راه قال لك الطبيعه راهو الطبيعه تغلب التطبع كما يقولوا. فهمتوا البنات؟ هذا لهنا بعد العشاء، بعد ما تعشينا ولبت المعون وغسلت معوني ورجلت اموري، هيا قلت نجي الشهوه 100 شهوة نور 50 ما شاء الله عشاو اليوم. والله طيب، وطيب ترى تاي بالنعناع. فهمتوا؟ طيب تاي ياخذ بالنعناع يعمل الكيف هكا. هو قلت لابد معاه كيبات بسكوي، خاطر في الدار الحقيقه ما عنديش بسكوي وكل. وجي هاد ولدي نقول له هاني برا لبحثك برا جيب الغازا هاي بحذنا باكو بسكوي. يقول لي لا ماما عملنا انت بسكوي خير. قلت له علاش؟ قال لي بسكويك انت خير. قلت له لا مش بسكويه خير، خاطر بسكوي للشارع مثلا باش يجيك كعبتين هكا هو ولا 3 مع العائله كل، اما بسكوي بتاع ماما باش تجيك اكثر. ضحك وقال لي ولا يا ماما حتى بنين بسكويك وكل. المهم البنات هكا عملت لهم البسكوي هذا ساهل ماهل بالكدا باش نقول لكم على المقادير نتاعها. عملت نص كاس سكر، وعملت نص كاس زيت، وعملت عظمه خلطتهم مليح لان ذابت شوي، ذاب السكر شوي. من بعد زدت السكر فاني، وزدت حطيت الفارينه من كاس حتى الكاس ونص، 2 كيسان انتم الفارينه بتاعكم. وحطيت شويه خميره جاتو البنات، وعملت فيها شويه هكا زيت دورانج مرحي. فهمتوا؟
البرتقال هذاك فهمتوا، وخلطته مليح ولميت لما ما يتعجنش، هو لموه لمان وبعد شكلوه لقص الفاريونت هذا تعملوا فيه كل زينه فهمتوا. تحطوا السكر وتشكلوهم كدوائر ومن بعد تحلوهم كيما تشوفوا فيا تو نعمل فيهم هكاك، ومن بعد تعملوا تحطوا بابي كوسون في الطبق نتاعكم وتحطوهم في الفور، ورد بالكم يحمر لكم، رد بالكم يقعد ابيض راه باش يجيكم طري ويجيكم بني فهمتوا. راه ساهل برشا، هذا بسكوي التاي يسموه معناتها تشربوا بالتاي قهوه حاجه كيما هكا بنين برشا، وهو البنات يجيكي لونغ دي شاره فهمتوا، بنين برشا. حصيلوا البنات، هذا هو بسكوينا وهذا هو فيديونا، ان شاء الله يعجبكم وجدد. ما تنسوش فما برشا يتفرجوا فيا وما مش مشتركين في القناه، ونقول لكم يرحم والديكم كان تعملوا مزيه وترحموا على والديكم وتربحوا دعاء خير، اشتركوا عندي وان شاء الله نقدم لكم الاضافه ونقدم لكم الافاده، وان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم، وان شاء الله تحبوني وان شاء الله تكونوا ديما معايا وديما مشجعيني ومسانديني. ما تنسونيش بتعليقاتكم كما قلت لكم المحفزه ولايكاتكم المزيانه، وان شاء الله يعجبكم الفيديو، مشاهده ممتعه ليكم الناس الكل. وكان وصلتوا للفيديو لهنا، الدعوه هذه ليكم، يرحم والديكم يعطيكم ما يرضيكم ان شاء الله. انتم بتخلطوا الرسول يبارك، هذه دعوه امي فاطمه هي اللي هي جدتي. ان شاء الله يعطيكم القبول ومحبه الرسول، ان شاء الله تتمنوا في خاطركم وفي بالكم الكل ربي يحققه لكم. المهم يا البنات بارك الله فيكم، كل من اختار باش يتفرج على قناتي وباش يكون متتبع وفي لها، وحتى اللي ما يعملوش في تعليق ويتفرجوا بارك الله فيكم، يرحم والديكم الناس الكل. ان شاء الله ربي يفضلكم. وراني والله ديما نقول لكم في الكلمه هذه، راني الموجود نقدمه لكم، وديما حتى المعلومات والحاجه نقولها لكم راني من قلبي، والنصائح اللي نعطيهم لكم كلهم من قلبي، والرسالات اللي نجيبهم لكم كل راني مجربتهم برشا مرات، معناتها سنوات ربي واني نجرب فيهم ونعمل فيهم، وفما برشا بسم الله على بنيتي، وفما برشا حاجات راهم معناتها من فما برشا رسالات نعمل فيهم. تو عندي ما شاء الله اكثر من 400 فيديو والله برشا راه من عندي معناتها من اختراعي وكل شيء، خاطر نحب التطيب، نحب التصنيف، نحب الكوجينه، نحب الديكور، نحب كل ما هو مزيان. صدقوني البنات فماش مراه ما تحبش تزين، فماش مراه ما تحبش تطيب، فماش مراه حتى كان مش مغروبه بالتصنيف وكل تحب تعمل حاجه باهيه، تدخل الكوجينه تحب تعمل حاجه مزيانه، تحب تعمل حاجه بنينه، تحب تعمل حاجه عامله عليها كيف. راهو صدقوني الفلوس هي اللي تعمل كل شيء. اعطوا المراه، اي مراه اعطاها برشا فلوس واعطاها برشا حاجات تشوفها شنو تبدع شنو تعمل وشنو الحاجه. راهو فما ناس تو نحنا حاليا قنوات رانا كل ما نشكي بعضنا ساعات وحده، فما عباد يتفرجوا على قنوات خاطر عندهم صدقوني راهو اللي عنده ربي يزيده، وكل اللي ما عندهاش ربي يعطيه. وراهي الحكايه كل حكايه امكانيات فهمتوا البنات. اعطوا لاي مراه فلوس شوفها شنو تعمل وشنو الديكور اللي تعمله وشنو الحاجه اللي تخرجها وشنو دارها كيفاش تردها خسر، تردها مش نورمال بالحاجات المزيانه والحاجات السمحه. راهو حكايه فلوس صحيح بكو تقو وزاده بكو درجه بصراحه فهمتوا البنات. ولهذا الكلنا كان يعطونا برشا فلوس نعملوا الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، الحمد لله على كل حال وعلى كل شيء، الحمد لله. الواحد يرضى معيشته، ما يقلد حتى حد، ما يكون كيف حتى حد، يعمل لمسته الخاصه. الحمد لله يا ربي صدقوني كيما اللي تاروا فيه هذاك هو ما عندي مخبي، ما عندي ما نعمله، هذيك هي زكيه العاديه. ان شاء الله تعرفوني في الحياه معناتها الحقيقيه ان شاء الله. حاصلوا لهنا هذا البسكوي متاعنا كيفاش طاب، حطيت معاه شويه غله كما قاعدين تشوفوا، وهذا كي سهريتنا. وتوا فيديونا وصل للنهايه. سامحوني يا البنات الفيديو جاكم طويل الله غالب، هذا كي نوريكم في البسكوي كيفاش جاي ما شاء الله هيك طري وكل. حصلوا هذا كويس البداية، وما بقى لي كان نقول لكم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بس كان هذا كله في امان الله.